السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم يونس مع فيديو جديد. اليوم عندي كوموند مملحات لبركات بكريمة الطون، وصفة بزاف بنينة. رايحين نخدموهم بلاباط بريزي. عندي كيلو فرينة، عندي رشة ملح باش متجيش لاباط تاعنا مسوسة. نديروا لها الملح، نديروا لها 500 غرام زبدة. الزبده النصف تاع لافارين. كيلو فرينه نديروا لها 500 غرام زبده، نديروا لها رشه ملح. الزبده لازم تكون لينه مليح باش تساعدنا في الخدمه. نقعدوا ندخلوا الزبده واللافارين مع بعضهم حتى تولي فرينه وحدها، كلي فرينه وحدها تولي زي الغبره. لازم نخلطوها مليح. انا مسرعه الفيديو بصح راني بديت في الخدمه، زعما نقعد نخدمها ونديرها بين يديا حتى تدخل الزبده في لافارين. قلنا نخلطوها مليح حتى يتجانسوا. الملح ما نكتروش بزاف ما تجيناش لاباط مالحه، نديروا رشه برك هكا خفيفه. وفي كيلو فرينه نديروا 2 بيضات، وعندي شويه ماء، رشات برك ماء ما نكتروش بزاف، نديروا غير شوي برك باش نلموا لاباط تاعنا. هي ممكن 2 بيضات يلموا لكم لاباط، واذا شفتوها شويه ناقصه نزيدوا لها رشه ماء. هذا ما كان عندي لهنا 2 بيضات. قلت لكم في كيلو فرينه نديروا 2 بيضات ونديروا رشه ماء. نخلطوا درك غير بصبعنا، الخطره الاولى نلموا عادي، مي بصح كي نعوضوا حين نفرغوا البيض نخلطوا غير بصبعنا. هذا ما كان باش ما تعجناش لاباط وتجينا طريه وخفيفه كيما لاباط صابلي. هي برك المقادير العكس. هذا ما كان هاني درت 2 رشات برك ماء، ما كثرتش بزاف. ونلموا لاباط، قلنا نلموها برك ما نعجنوهاش. راني نلم فيها برك ولا الفيديو متسرع يبان لكم بلي راني نعجن، انا غير قاعده نلم. دوك نلموها ونغطيوها مليح باش ما يدخلهاش الهواء ونبداو نخدموا فيها. ها الليمون اللي عندي انا حنستعمل هادو صغيرين، كاين اللي كبار عليهم شويه وكاين هادو صغار. هادوك اللي كبار نديرهم الحلو، مي هادو الصغار نديرهم للمالح. نحطوا لاباط ونقعدوا ندزوا بصبعنا باك نخرجوا فيها ونحيو الجوانب. نفس الطريقه. تحبوا تخدموا بالطريقه الثانيه اللي تطرحوا وتحطوا عادي تاني. المهم انا نحب نخدم هكا باش اللي نطرحها هذيك تبقى لي فيها زياده بزاف، كي نعاود نلمها تتعجن. سي بورصا نشتي نخدم بهذه الطريقه. درك نديروا ثقوب بواسطه فرشيطه منخل باش كي تنفخ ولا يخرج لها الهواء تاعها. انا نكمل بنفس الطريقه ونحطهم يطيبوا على درجه 180. نكملهم كامل نطيبهم ونخدموا مع بعضنا الكريمه. والان نخدموا الكريمه تاع الطون. نديروا نص كاس حليب دافي، نديروا رشه ملح، نديروا رشه فلفل اسود ما نكتروش بزاف، ونديروا ملعقه بومبي تاع نشاء مايزينا، نديروا قطعه تاع جبن لخاطر الكميه غير شويه برك درت، على هذيك درت غير قطعه برك. نديروا نصف ملعقه زبده ونحطوا كلش على نار هادئه ونخليوها حتى تثقال، حتى تولي متماسكه باش نحيوها. نديروها على نار هادئه نقعدوا نحركوا ما بزمان يذوب لنا الفرماج والزبده وتثقل لنا الكريمه تاعنا ونحشيو بها. انا قلت لكم درتها على نار هادئه، نقعدوا نحركوا مليح، لازم ما نحبسوش باسكو رابيد تتحرق لنا. نقعدوا نحركوا حتى تثقل. هاي لهنا بدات تتجانس وداب لنا كلش. قلنا نبقاو نحركوا ما نحبسوش خلاص. هذه كريمه سهله رابيد نكملوها، وانتم اي كريمه تحبوها استعملوها. انا درت لكم كريمه سهله وانتم كما تحبوا. هذه نخلطوا كلش مع بعضها ونطيبوا كلش مع بعضها، سما ما تحكمش بزاف الوقت رابيد نكملوها. بعد ما طابلنا كلش نخليوهم يبردوا طبعا، خاصه الكريمه نخليوها شويه تبرد، ومن بعد نزيدوا لها نصف علبه تاع الطون. هذه الكميه اللي درتها تاع نصف كاس حليب ونصف علبه تاع الطون راح نحشي بها 10 حبات برك، باسكو لا كوموند تاعي انا عندي كوموند خلطه المملحات. انا وريتهم لكم من قبل تالي همبرغر قداه النوع، سما خلطت راح لهنا حنستعمل غير 10 حبات. على هذيك حنستعمل غير كميه قليله. هذه الكميه دير لكم 10 حبات سوا. قلت لكم تاع نصف كاس حليب دير لكم 10 حبات
هذه الكريمه نديروا لها نصف علبه تاع الطون، نص علبه نديروها مع الكريمه والنص الاخر نزينوا به من فوق، سما علبه سوا. هذه المقادير راهي مضبوطه اللي راني نمدلكم فيها، ما تبقى لكم حتى شوي. المهم استعملوا نفس اللي نستعملوا انا. ونحطوا درك الكريمه تاعنا، حطوها في كيس حلواني باش تسهل لكم الخدمه، خير من ملعقه وتجيكم باهيه. نحطوا على الجوانب شويه طون تاع الزيت طبعا، نحطوا شوي، قلنا نصف علبه نديروها مع الكريمه والنص الاخر نزينوه يجيكم سوا. ونجيبوا ريشات معدنوس نزينوا بهم الجانب الاخر. والتزيين طبعا اختياري، انا زينت هكا وانتم كما تحبوا تزينوا بالزيتون، تحبوا كما حبيتوا. المهم انا نعطيكم باك الكميه اللي يحتاجها طبعا والاسعار. الكريمه قلنا استعملت 10 حبات، اما بالعجينه راهي تجيكم حتى 100 حبه. بالنسبه الحبات العجينه تاع كيلو فارينه اي تجيكم حتى 100 حبه، باش ما تخربطوش برك. انا بعت وحيد فارغين وهادو معمرين. اما بالنسبه للعلبه تاع الطون استعملت علبه قد، والسعر نحسبوها 7000 8000، هذا هو السعر تاعها باش يجيكم سوا. مع تحطوها في العلب والدوزان تاعها تجيكم بين 7000 8000 كل واحد والسعر تاعها. ان شاء الله تعجبكم فيديو اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.